باعوا القناة ولا شغلوا الناس؟ شوف الحقيقة قبل ما تصرخ وتصيح زيهم، وقبل ما تتساق معاهم. يعني حد يفهمنا، كل لما نسمع عن استثمار في البلد تلاقي نفس النغمة: باعوا البلد، باعوا القناة، مصر راحت. طب نشتغل ازاي؟ يعني نعيش ازاي؟ نفضل نقول يا رب وهو يرد علينا اشتغل، ونقول له لا دي مؤامرة وده بيع؟ اللي حصل ببساطة يا صديقي العزيز ان 20 كيلومتر مربع شرق بورسعيد، مش جوه قناة السويس ولا على ضفتها حتى، استثمار اماراتي بنظام حق الانتفاع. يعني الارض لسه مصرية 100%، والمستثمر بيبني وبيشغل وبيدفع واحنا بنكسب. بس اول ما تسمع كلمة اماراتي تلاقي القرار بتاعهم اشتغل. فين السيادة؟ باعوا القناة، مصر راحت خلاص للامارات. طب مش كنت بتسأل يعني فين المصانع؟ فين الشغل؟ ولما اتعملت زعلت؟ كنت عايزنا يعني نشتغل من غير ما نشتغل؟ يعني لما نكون مثلا قاعدين بنستورد في كل حاجة تقول فين الانتاج، ولما نبدأ ننتج تقول لا ده بيع. البلاد كلها يا صديقي بتتخانق على الاستثمارات. امريكا نفسها يوم ما ترامب مسك جاب استثمارات من الخليج وقال دي عظمة امريكا، وانت بتقول لي لا للاستثمار اصل ده بيع؟ يا سيدي بدل ما تصرخ باعوا، اسأل ازاي نكسب اكتر، ازاي نضمن التنفيذ، ازاي نخلي مصر مركز صناعي حقيقي، ازاي نفرق بين البيع والاستثمار. انما نفضل نردد كلام البغبغانات اللي نفسها تشوفها خربانه. طب لو المشروع ده راح لدوله تانية كانوا هيعملوا ايه؟ كنت هتلاقيهم بيقولوا بصوا مصر طارده للاستثمار، وبرضه كنت هتلاقي الصياح. فلو بتحب البلد دي بجد اشتغل على وعيك، شجع الشغل، شجع الانتاج. مش كل لما تلاقي مصانع بتتبني تقول ده راحوا بايعين. ما تبقاش زي الحمار اللي شال كتب ومش فاهم منها حاجه. وافتح مخك قبل ما تفتح بوست جديد. خليك واعي يا صديقي، خلي دايما عندك المعلومه، خلي دايما عندك الفرق بين البيع والاستثمار، لان دي الثغره اللي بيخش لك منها لو مش عارف الفرق كويس. ودايما ثق في قياداتك وثق في دولتك اللي عمرها ما هتخونك وعمرها ما خانت ولا عمرها حسستك ان ممكن يكون في حاجة غلط هتتعمل في البلد دي بعد كده. فبالتالي لازم نقول كلنا تحيا مصر، تحيا مصر العظمى دائما وابدا، شعب وارض وجيش.